ردد هذا الذكر العظيم 100 مرة يدخلك الله عز وجل رمضان وهو راض عنك، وأنت أحب عباد الله إلى الله. وقبل أن نتعرف على هذا الذكر، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أحباب الكرام، كلنا نشتاق إلى رمضان، وكلنا نتمنى أن يدخلنا الله رمضان وهو راض عنا، من أجل أن يكون شهر رمضان شهر إجابة، وندرك ليلة القدر، ويفتح الله لنا الأبواب. وهذا الذكر الذي معنا هو ذكر جميل وكلنا يعلمه، ولكن نذكره من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا الذكر يدخلك رمضان وأنت أحب عباد الله إلى الله، وهذا ليس كلامي ولكنه كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر له عدد محدود وهو 100 مرة، والذي حدد العدد هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت هذا الذكر 100 مرة تكون من أحب عباد الله إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وتنحى عنه الشيطان سائر اليوم، وكان كمن أعطى بمقدار عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، أي كأنك تصدقت بآلاف الدراهم والدنانير. ولم يأت أحد من الناس أفضل منه عند الله إلا رجل قال مثله أو زاد عن ذلك. يعني أحب واحد منا اليوم إلى الله عز وجل هو من قال هذا الذكر 100 مرة أو زاد عن ذلك. فحافظوا على هذا الذكر في هذه الأيام المباركة قبل أن ندخل شهر رمضان، حتى يدخلنا الله عز وجل هذا الشهر الكريم وهو راض عنا.